السلام عليكم. هذه قصة إن شاء الله وناخذ يا رب منها العبرة. هذه واحدة متزوجة مستمتعة مع زوجها، مدلعها، أي بلد تبيه بالدنيا يسفرها، تبي ذهب، تبي تركيا، تبي ساعة، مدلعها. المهم يا يوم من الأيام دشت عليها رفيجتها، طبعا المستشارة مالتها، تقول لها حبيبتي اسمعي كلامي، ما في رجال بالدنيا ما يحاكي بنات، ما في أحد ما يدلع زوجته إلا يكلم بنات. روحي نبشي، روحي دوري بالواتساب، إذا ما شفتي حاكي أنا ما أفهم. هذيك طبعا ما صدقتها، ومن الفضول بعد أسبوع وتنبش الواتساب ولا فعلا الزوج قاعد يتكلم له وحده ومراسلين صور وما أعرف إيش. نجرنت دقت على مستشارتها هذيك، تقول لها يا فلانة ترى كذي السالفة، وفعلا زوجي يكلم وحده. قالت حبيبتي أنا أعرف لو مذيل ما يعطون وجه، خلي البيت له وروحي راح يجيك زحف، روح البيت. المهم رجع الزوج بالليل يدور مرتها وينها، مو محصلها، المطبخ الغرفة ما حصلها، وينها؟ دق عليها تلفون، الو يا خاين يلي فيك يا غدار يا ما اعرف شيء. يا بنت الحلال ايش فيك؟ اقلب وجهك، انت تحاكي وانا دشيت الواتساب والصور اللي تكلمها عندي، وحبيبي يوم الاحد مطلقني، ها طلقني يا بنت الحلال والله العظيم نزوه، طلقني. أقول يا بنت الحلال افهمك الموضوع بعد، طلق يا بنت الحلال اسفه والله ما اعيدها مره، طلقني يوم الاحد تطلقني. الحمد لله الحكي الخميس. المهم الزوج يبي السلامه ويبي الستر وما يبي الفضايح، هذا قال يبا خلاص بطلقها، حاولنا نراضيها ما تبي ترضى. المهم يوم السبت الساعه 12 بالليل دقت عليه الخدامه من تلفون زوجته، طبعا دق رد استانس، الو ولا بابا مدام تعبان، مدام في كذا تعبان، في رجع في، المهم تعبان انها مغمى عليها مش بس ما مدام في زعلان، هو يقول يسوي تلفون، تقول لا هو تعبان انا ياخذ تلفون ادق عليك، انت تعال بس تعال نقذها ودها المستشفى. قال يبا شلون؟ يبا خلنا نروح. كان يطير يصعدون، طبعا صعدت المدام وياه، راحوا المستشفى، سووا الضغط وما فيها شيء، سووا فحصوا السكر ما في شيء، فحصوا الفحص شام ما فيها الا العافيه. المهم قال وين اوديك؟ قالت خلاص ردني البيت. بيت اهلك؟ قال لا ردني البيت. الحين ما دام تبي السلام ما تبي تتطلق يعني عشان هالمشكله. فالزوج استانس لما دشت البيت، قام يعتذر لها، وانا اسف والله ما اعيدها، واللي تبينه اسوي لك، وهذه نزوه وانا كنت ما ادري شنو. المهم اعتذر، حس بالذنب اللي سواه وتاسف، وقال والله لا ابدا صفحه جديده ولا راح اسويها مره ثانيه. الزوج صدقته وخلاص والحمد لله. تبي الستر وما تبي الطلاق ابدا، يعني الزوجه لما شافت يعني ما رد عليها ولا دق عليها خافت لا تطلق. المهم بعد شهرين تقريبا قومي الزوجه دقت على رفيجتها اللي اعطتها المشوره اللي بغت تتعم عليها، قالت لها فلان ابشرك زوجي تاب وصار زين. قالت يبا والله الرياجيل عندي ما يتوبوا، يبا تبين مره واحده، المشكله مو زوجك المشكله فيها، لازم تتوبينها. قالت شلون؟ مو الصور عندك؟ قالت يبا ترسلين الصور حق زوجها وتقولين له فكنا من زوجتك لأنها مأذية زوجتي وقاعد اتكلم زوجي، بعدها راح تضمنين بأنها ما راح ترجع مرة ثانية. والله يا فلان. قالت عندي يبا انا ايش فيك؟ سويها وادعي لي. صدقتها المسكينة. المهم بعد اسبوع دبر رقم الزوج، حلو، وطرشوا له الصور والمحادثة، وامسك زوجتك ترى عدت زوجي وتبي من هالسوالف. صدم هذاك، كان يدق عليها، الو ايش قاعد تقولين انت؟ كان يقول يبا السالفه كذي، ترى زوجتك مأذيه زوجي وانا الله يستر عليه. المهم قال يا بنت هذه بنت عمي والله يستر علينا والامور تمام. بعد 3 ايام ولا المغفر يدق على الزوجه، الو يعطيك العافيه معاك المغفر. نعم. يقول عليك قضيه طال عمرك في المغفر بان انت قاعد تشهرين وتفضحين وتدزين صور لزوجه فلان الفلاني اللي معروف طبعا. يا ابن الحلال انا دزيتها له. قال لا ما دام طلع من تلفونك الى تلفونه اصبح انت اشرت وكذي، يبقى تعالي زورنا المغفر وبعدين تفهمين الموضوع. يا ابن الحلال انا مغفر ما اقدر. تعالي اقول لك تعالي المغفر، لا ندزك دوريه الحين تجين. هذه ارتبكت ما تدري ايش تسوي، ما كلها دق على المستشاره، دقت على رفيجتها، الو يا بنت الحلال الموضوع كذي ودق علي مغفر وما اعرف شيء. عاد هذيك مسكين ردت تقول لا عاد والله انا مغفر، يعني انا استشاراتي يعني قبل المغفر قبل الطلاق، انا مغفر اسمحي ما ادري. توهقت المسكينه.
وما تبي تتطلق وما تبي تنفضح وما تبي زوجها يدري انها كلمت رجال ثاني، شيء كذي كل شيء يطري في بالها. المهم قالت ما كل ابوي اروح له، وتقول لابوها السالفه والموضوع كذي 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 كذي. الله يلعنه، انا مسفل فيها لعن خيرها. قال لها اعطيني رقم هذاك الرجال. دق عليه، الو السلام عليكم يعطيك العافيه، هلا والله يا ابن الحلال بنتي خبله وما تفهم وكذابه وتقص عليها وهذه زي. المهم بيمشي الفيلم اي شيء. كان يقول له حبيبي سمعة الناس مو لعبه، وبنتك والله لاسجنها اذا انا ماني فلان. ان كانك تبيني اتنازل والله ما تنازل الا تعطيني 10,000 دينار وافكر اتنازل ولا. يا ابن الحلال نزل كسر حط لا تدفع. يا المهم دبرها تسلفها خذ غرض. المهم دفعوا للرجال. الزوج هذاك المسكين الخائن ما يدري للحين، ساكت على بنه متفق مع زوجته انه راح يمشي سيده. المهم ختاما للقصه بعد طبعا ما اخذ ال10,000 راح عطى 5,000 حق زوجته حبيبته اللي عند نفسها انها مظلومه، لان هي شرحت له يعني او رجعت الموضوع بان رفيجاتي بالشغل يبي يفرقون بيننا وكذي من هالامور. وال5,000 الثانيه راح سافر جنيف واستانس. وهذه الزوجه اللي نبشت مسكينه الحين لو تشوف زوجها يحاكي قدامها والله ما تتكلم، والمستشاره متقضبه بزوجها والله ما تخليه، ولو شنو ما تشوف عليه. بس سبحان الله انتم دائما تستشيرون الشخص الغير مناسب. فيا جماعه الخير الزوج غلط، الزوجة غلط، لكن الطلاق خلوه اخر شيء المفروض تسوونه.